الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق المرسلين. احنا النهارده داخل إحدى المواقع الإنشائية بالتجمع الخامس. عنوان الفيديو كيفية العمل على جهاز الGPS ستيشن. الجهاز اللي احنا هنشرحه ماركة GMSS N3 أو بمسمى آخر للفيديو اللي هيتعمل. حضرتك لو سمعت الفيديو ده أكنك خدت كورس للGPS. ليه ناخد كورسات GPS مع اننا في الفيديو ده هنشرح بالتفصيل كيفيه العمل على جهاز الGPS. اول حاجه الحامل الخشبي او المعدني، لازما لما اجي انصب الجهاز عندي حالتين: يا اما الجهاز يكون مثابت على نقطه معلومه ودي بتيجي من هيئه المساحه او من اي نقطه قريبه في الموقع، او الجهاز حضرتك بيجيب لي النقطه اللي هو واقف عليها. يعني احنا دلوقتي الجهاز هنفترض ان هو واقف على ايه دلوقتي يا هندسه؟ على نقطه. جميل. ده اول حاجه الحامل الخشبي التريب. رقم 2، الوحدتين اللي معايا دول بيتفتحوا باللوك دول. الوحده الاولى دي خاصه، الوحده الاولى خاصه بميزان الميه، ميزان الميه الدائري، ميزان الميه الدائري. بحط القاعدة الثلاثية على الحامل واقوم رافع القاعدة واربط باللوك بتاعي او بالمسمار اهو كده. انا ربطت القاعدة الثلاثية بتاعتي اللي هي فيها ميزان المية. الجزء الثاني من القاعدة خد بالك لان في اجهزة الGPS بيبقى فيها الوحدتين دول متصلين ببعض. الجزء الثاني من القاعدة دي فيها التسامت، والتسامت هو احتلال الجهاز للنقطة السفلية. التسامت هو احتلال الجهاز للنقطة السفلية. نحط الجهاز ازاي؟ شايف المسمار ده كده ينزل كده يا هندسة اهو اهو يا هندسة، واقوم رابط باللوك. اللوك فين هنا يا هندسة؟ اللوك اهو، واقوم قافل كده. ادي اول حاجة اهو. طيب انا دلوقتي محتاج اظبط المية واظبط التسامت. تمام؟ احنا هنتخيل ان الجهاز واقف على نقطة والمية بتاعتي تمام. اظبط المية ازاي؟ المية بتروح ناحية الرجل العالية. المية اللي فوق هنا يا هندسة نجيبها كده يا هندسة، جاية على الرجل ده اهو، جاية هنا يا هندسة اهو. تمام؟ جت فين يا هندسة؟ جت هناك اهو يا هندسة، جت هنا اهو. ليه بننزل الحامل ده يا هندسة؟ عشان احنا نازلين، عشان المية او البابل بتاعي رامية هنا يا هندسة اهو يا هندسة اهو. جت فين؟ جت على الرجل اللي هي اللي هناك. خد بالك دلوقتي احنا هنشتغل بالطريقه ان الجهاز هيجيب النقطه اللي احنا واقفين عليها اكنها لوكال. يعني احنا مش واقفين على نقطه معلومه، مش واقفين على نقطه معلومه اهو اهو. وابدا انزل معايا اهو اهو. احنا دلوقتي بنظبط الميه، ميزان الميه اهو. راحت فين يا هندسه؟ راحت على الرجل اللي هناك اهو يا هندسه اهو. نيجي على الرجل اللي هناك اهو اهو. ننزل يا هندسه، ننزل يا هندسه، ننزل يا هندسه، ننزل يا هندسه اهو كده. احنا الى حد ما ظبطنا الميه بتاعتنا. تمام؟ لما نلاقي الميه 90% جوه و10% بره، اقدر ان انا اشتغل بالمسامير اللي عندي دي، مسامير التسويه. تمام؟ ونظبط التلت اللي فوق ده اللي هو ميزان الميه الالكتروني، نظهر برضو في الشاشه. يبقى انا كده ظبطت ايه يا هندسه؟ 2، ميزان الميه الدايري وميزان الميه ايه يا هندسه؟ الطولي. طيب هناخد الوحده اللي معايا دي. ايه هي الوحده دي؟ ده البار. تمام؟ اهو. ودي الانتنه المختصه باستقبال الاشارات الراديو. اشاره الراديو دي هي اللي بتجيب الاحداثيات للجهاز. يبقى الانتنه دي هي المختصه انها تجيب الاشارات الراديو للجهاز اللي احنا هنشتغل عليه. بربط الانتنه اهو يا هندسه اهو. ادي الانتنه ربطتها في الوحده الاولى، واقوم رابط بالنسبه لي الوحده الثانيه هكذا. طبعا الجهاز عشان يشتغل متكون من وحدتين، البيز والروفر. البيز والروفر دي الوحده الاولى اللي هي البيز. الوحده الاولى اللي هي البيز. انا فتحت اهو، حطيت البار بالوحده بتاعتها اللي فوق، واقوم رابط بالمسمار ده اهو يا هندسه اهو كده. البار مش هيطلع من مكانه. تمام؟ مكونات الجهاز
حامل معدني ترايبود، وحده ثلاثيه فيها ميزان الميه، الوحده الثلاثيه الاخرى المختصه بالتسامح. هنبدا نقيد الجهاز. لف كده يا هندسه. انا عندي هنا يا هندسه اهو، ادي الزر اللي فيه الباور بتاعي اهو يا هندسه اهو. ادي الوحده الاولى، يبقى دي دلوقتي الوحده اللي احنا واقفين عليها دي اسمها ايه؟ البيز. البيز البيز البيز. ننتظر. خلاص البيز دلوقتي هي فتحت بالنسبه لي. الوحده الثانيه هات كده هندسه دي، ده سن البار بتاع الوحده الاخرى، وتسمى الوحده الاخرى الروفر. تسمى الوحده الاخرى الروفر. يبقى انا عندي البيز وعندي الروفر. طبعا ده اللوك اهو، ممكن اللي انا ارفع وانزل حسب المنخفضات اللي جنبي، يعني سواء انا جنبي منخفضات هعلي او هوطي حسب. تمام. فانا نفترض ان انا هربط ده اهو يا هندسه. ونفس القصه في الوحده الثانيه. احنا قلنا السمره دي عباره عن ايه يا هندسه؟ انتنه. الانتنه دورها استقبال اشارات الراديو التي تحمل الاحداثيات لجهاز محطه الرصد المتكامله، لجهاز تحديد المواقع عالميا الجي بي اس. تمام. هربط الانتنه الثانيه وهي هندسه اهو. الوحده الثانيه اسمها الروفر. الوحده الثانيه اسمها الروفر، واقوم رابطها في البار اللي فوق اهو يا هندسه اهو يا هندسه اهو، والف كده اهو. نفس القصه يا هندسه اهو. ادي الوحده الثانيه تسمى الروفر. تسمى الروفر، وابدا اقيد بالبار اللي فوق. الناس في الفيديو دلوقتي متابعه حاجتين دلوقتي، الوحده الاولى اسمها البيز والوحده الثانيه اسمها الايه؟ الروفر. خلاص انتهينا دلوقتي. ادي البيز وادي الروفر. تمام. ايه هي الوحده الثالثه؟ الوحده الثالثه عباره عن الكنترول. كنترول مع مين؟ ادي الوحده الثالثه كنترول. تمام. هنقيد الكنترول منين؟ من الزر الباور الاحمر ده. يبقى بيز روفر كنترول، بيز روفر كنترول، بيز روفر كنترول. تمام. ندردش بقى عما الكنترول دي ايه. دلوقتي انا بتعامل مع سطح كروي. بتعامل مع سطح ايه؟ كروي. محتاج ان انا اعمل له حاجه اسمها اسقاط. محتاج ان انا اعمل له اسقاط. الاسقاط هو تحويل السطح الكروي الى سطح مستوي. يبقى الاسقاط هو تحويل السطح الكروي الى سطح مستوي. يعني انا عايز امثل المبنى ده اللي قدامي، يبقى همثله او هسقطه من سطح كروي الجهاز بيتعامل معاه ان هو سطح كروي الى سطح ايه؟ مستوي. واحنا بنعمل اسقاط بنتعرض لحاجه وحشه جدا اسمها التشوه. التشوه يعني بيبقى فيه مشكله في الجهاز، بيبقى فيه مشكله في الاحداثيات اللي جايه. التشوه في ايه؟ تلاقي الحاجه لما اجي انقلها من على الطبيعه واحطها على لوحه ما بتبقاش في المسافه بتاعتها الصح، ولا تلاقي الاتجاه بتاعها الصح، تلاقيها منحرفه يمين وشمال وفوق وتحت. وطالما المسافه غلط والاتجاه غلط يبقى المساحه غلط، صح ولا لا؟ طب انا دلوقتي لما جيت اعمل اسقاط حصل تشوه، عملت ايه بقى دلوقتي يا هندسه؟ عملت انظمه اسقاط. عملت انظمه اسقاط. عندنا هنا شغالين بنظام اسقاط اسمه الاي تي ام، ونظام اسقاط اسمه اليو تي ام. ادي نظامين الاسقاط. لما اجي اسال حضرتك سؤال، ليه احنا لجأنا لانظمه الاسقاط لمعالجه التشوه؟ خلاص وانتهينا من الفيلم ده. طب انا دلوقتي عايز اعالج التشوه، هشتغل على نظام اسقاط. النظام الاولاني، نظام الاسقاط الاولاني اسمه الاي تي ام. الاي تي ام. وده قسم مصر الى 3 احزمه. يعني مصر كلها قسمها الى 3 احزمه. الحزام البنفسجي، الباربل بيلت، الحزام الاحمر الريد بيلت، الحزام الازرق الريد البلو بيلت. يبقى انا دلوقتي لجأت لأنظمة الإسقاط. ليه؟ عشان أعالج التشوه. طب أنت هتعالج التشوه إزاي؟ عايز أعرف أنت واقع في أنهي حزام. لو أنت وقعت في الحزام اللي أنت تعرفه ودخلته للجهاز يبقى أنت كده بتعالج التشوه. يبقى أنا دلوقتي مصر مقسمة لكام حزام؟ يعني 3. الحزام البنفسجي
ويبدأ من خط طول 25 شرقا حتى 29 شرقا. الحزام البنفسجي يبدأ من خط طول 25 شرقا حتى 29 شرقا، ومكانها الجغرافي في العالمين الى حدودنا الغربيه. يبقى انا دلوقتي لو انا واقف معاك هنا في القاهره اقول لك احنا في الحزام يا هندسه البنفسجي، هتقول لي لا. صح ولا لا؟ طيب يبقى احنا مش واقعين في الحزام البنفسجي اللي هو البرب البيض الغيب. الحزام الثاني اللي هو الحزام الاحمر، نهر النيل ودلتا النيل كلها، نهر النيل ودلتا النيل كلها يبدأ من خط طول 29 شرقا حتى خط طول 33 شرقا. يبقى الحزام الأحمر يبدأ من خط طول هو كل 4 درجات طول، يبدأ من 29 وينتهي إلى 33. طيب الحزام الأخير اللي هو الحزام الأزرق يبدأ من خط طول من 33 شرقا حتى 37 شرقا، ودي من حدودنا الشرقية إلى فلسطين. ده كله نظام الإسقاط الإي تي إم. لو أنا عرفت أنا في الزون أنهو، يعني في المكان الحزام الأزرق أو الأحمر أو البنفسجي، يبقى أنا أقدر إن أنا أشتغل بجهاز الجي بي إس. هو فكرة الإحداثات كلها زون وديتا. الديتا هو نظام الإسقاط اللي أنا بكلمك فيه. طب هل النظام الإسقاط الإي تي إم جاب نتيجة؟ لا. اشتغلنا بنظام الاسقاط العالمي اللي هو اليو تي ام. اليو تي ام يبقى النظام المصري اللي هو الاي تي ام لم يجد النتيجة، ما جابش النتيجة المستخدم من اجله، برضه فضل في تشوه. النظام الثاني اللي هو اليو تي ام اللي هو اليونيفرسال اللي هو العالمي بتاعنا منقسم لحاجتين، 35 ار و36 ار. ال 35 ار يبدأ من خط طول 24 شرقا وينتهي بخط طول 30 شرقا. يبقى كل كام خط طول؟ كل 6 خطوط طول. طب ال 36 ار يبدأ من خط طول من 30 حتى 36. أسأل حضرتك سؤال، لما جينا نشتغل بالجي بي اس وجدنا نوع من انواع التشوه، عشان اعالج التشوه محتاج ان انا اشتغل على ديتا معين، نظام اسقاط. ايه هو النظام الاسقاط؟ عندنا اثنين، اليو تي ام واليو تي ام. الاي تي ام واليو تي ام. الاي تي ام منقسم الى الحزام البنفسجي، الحزام الاحمر، الحزام الازرق. اليو تي ام مقسم الى حاجتين، لا هم 3، 35 ار 36 ار، وفي حته تحت على الخريطه كده 37 ار، ودي حته نادره جدا اللي احنا بنشتغل فيها. فاحنا خلينا دلوقتي يكون في موسوعتنا دلوقتي العلميه ان انا عشان اشتغل بالجهاز انا هطلب من الجهاز هو يحدد لي الزونه اللي هنا فيها، يا اما 35 يا اما 36. طب هو لو حدد الزونه اقدر ان انا اشتغل ده، طب دلوقتي يا هندسه النظام الاحداث الجغرافي اللي انت بتشتغل بيه اسمه ايه؟ الدبليو جي اس 84. النظام اللي احنا شغالين بيه ومرتاحين معاه واكثر الاسانيد المكانيه استخداما، وده النظام الاحداث الجغرافي اللي بيستخدمه جهاز تحديد الموقع عالميا الجي بي اس دبليو جي اس 84. طيب في 3 اسئله قبل ما اروح للنقطه الثانيه. عرفنا دلوقتي انظمه الاحداثيات بتاعتنا، قلنا دلوقتي عندنا نظام اسقاط يو تي ام، وقلنا الاي تي ام، وشرحنا ال3 احزمه، وشرحنا اليو تي ام، واتكلمنا على نظام الاسقاط بتاعنا، وقلنا التشوه بيبقى في المسافه والمساحه والاتجاه. النقطه الاخيره النظام اللي احنا شغالين بيه حاليا اللي احنا هنشرحه اللي هو الدبليو جي اس 84. قبل ما نشتغل على الكنترول ونشرح الجهاز، هو ايه هو مكونات جهاز الجي بي اس؟ 1. مكونات جهاز الجي بي اس 1 مجموعة من الأقمار الصناعية تدور حول كوكب الأرض. مجموعة من الأقمار الصناعية تدور حول كوكب الأرض. 2. محطات التحكم الأرضية. في محطات تحكم أرضية دورها تتابع حركة الأقمار وتصحح الإحداثيات وتديك الإحداثيات وتصححها.
دي محطات التحكم الارضيه. والحاجه الثالثه المستقبلات الارضيه او الريسيفر زي اللي قدام حضراتنا ده. اتكلمنا على انظمه الاسقاط وقلنا في نوعين، قلنا في اي تي ام وقلنا اليو تي ام، واتكلمنا على الاحزمه وقلنا النظام المصري وقلنا النظام اللي هو اليونيفرسال اللي هو العالمي، واتكلمنا على مكونات الجهاز. فاضل ايه؟ اشرح ازاي اشتغل في الجهاز. يبقى فكره الجهاز ده ان انا اختار له الزون والديتا. الزون والديتا. الزون بتاعي اللي انا واقع فيه اي تي ام اللي هو ال 35 ولا ال 36. ده لو بنتكلم على اليو تي ام يبقى اغلبيه شغلنا دلوقتي هيكون على النظام العالمي، نظام الاسقاط العالمي اللي هو اليو تي ام. ادنا الجهاز وانت واقف مكانك. البرنامج اللي شغال بالكنترول اللي قدامي ده يا هندسه، البرنامج اسمه سيرفي ماستر. كل جهاز جي بي اس وليه برنامج بيشتغل بيه. احنا الجهاز دلوقتي اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو الجي ان اس اس ان 3 شغال ببرنامج دلوقتي اسمه السيرفي ماستر. هضغط دلوقتي على سيرفي ماستر اهو. طيب اول لما باجي اشتغل بجهاز الجي بي اس محتاج اعمل بروجكت. حضرتك عارف لما بتيجي تشتغل بالتوتال ستيشن بتعمل حاجه اسمها جو. احنا لما نيجي نشتغل بالجي بي اس بنعمل حاجه اسمها بروجكت. نعمل بروجكت ازاي؟ في قائمه تحت اسمها بروجكت، نختار منها بروجكت من فوق اهو. انا عندي كل دي بروجكت عندي، ممكن اختار اي حاجه واشتغل بيها. طب ده صح؟ غلط. صح لو الملف ده انت اشتغلت عليه امبارح وجاي تكمل عليه النهارده. طيب الصح اللي انا اعمل ايه؟ اكريت بروجكت، يعني انشئ بروجكت من اول وجديد. البروجكت اللي احنا شغالين فيه دلوقتي يا هندسه اهو هنسميه وليكن سيرفي على اسم المكتب اس يو ار في اي واي، لا عفوا اس يو ار في اي واي، وانزل تحت كده. كده انا سميت البروجكت. فاضل اختار الديتا اللي هو نظام ايه؟ الاسقاط. في هنا كلمه اسمها ديتا وجنبها ديتا ستور، وتعني الاسقاط او انظمه الاسقاط المتسجله جوه الجهاز. يبقى هضغط على السهم الصغير اللي جنب ديتا ستور ومنها نختار ديتا ستور. انت بقى عايز تختار نظام اسقاط من دول؟ لا، انا عايز هنفترض ان انا شاري الجهاز ده من الاول وجديد وهعلمك ازاي تكريت نظام اسقاط على الجهاز. يعني السهل اللي انت تختار النظام وتتك اوكي، لا انا هختار يوزر ديفاين، يعني يحددها المستخدم. انت اللي هتختارها دلوقتي، انت اللي هتسطب الديتم بتاعك دلوقتي. يوزر ديفاين. انا دلوقتي الديتم احنا عارفين ان احنا شغالين بنظام الاسقاط اسمه دبليو جي اس 4 ايه ادي 84 84. طيب فاضل يا اما 35 يا اما 36 صح ولا لا؟ الدبليو جي اس 84 ده اقصر الانظمه اللي انا بستخدمها اللي هو النظام الاحداث المكاني. عندي بقى حاجتين، السورس لوبسويد والتارجت لوبسويد. السورس لوبسويد اللي هو شكل الارض، احنا بنستخدم النظام ايه؟ الدبليو جي اس 84. اجي اروح اجيب التارجت لوبسويد برضه هتكون دبليو جي اس كام يا هندسه؟ 84. يبقى انا عندي حاجتين، السورس لوبسويد والتارجت ايه يا هندسه؟ تارجت لوبسويد. كل ده انا بسطب الديتا. اول ما اخلص الديتا الجهاز بالنسبه لي بقى سهل جدا. يبقى احنا عندنا دلوقتي السورس لوبسويد وعندنا حاجه اسمها ايه يا هندسه؟ التارجت لوبسويد. هنضغط على طب خلينا نضغط هنا الاول والثلاث شرط اللي فوق ده اهو، ونختار تحت يا هندسه الدبليو جي اس كام يا هندسه؟ 84. تمام؟ دي النقطه الايه؟ النقطه الثانيه. النقطه الثانيه. طيب احنا هنا عندنا الازمس سيستم. الازمس سيستم اللي هو نظام السمت. نظام السبت بتاعي اللي هو اتجاه ايه يا هندسه؟ الشمال. يبقى الازمه سيستم لازم يكون ايه يا هندسه؟ النورث. الازمه سيستم اللي هو ايه يا هندسه؟ النورث. واضغط ايه يا هندسه؟ اضغط اوكي. البروجكشن يعني نظام الاسقاط.
نظام الاسقاط، اضغط على السهم ده اهو. انت عايز تشتغل بقى بنظام ايه؟ هاتهم الكليك كده اهو. تشتغل على التي ام ولا اليو تي ام؟ احنا قلنا اغلبيه شغلنا اليو تي ام، هختار يو تي ام اهو يا هندسه. طيب الهيوموسفير مرورا بنص الكره الشمالي يبقى ان، مرورا بنص الكره الشمالي. انت واقعه في زون كام؟ 35 ولا 36؟ 36. محدش عارف. هنضغط على البليز ده، على علامه البليز ده اهو 36. يبقى احنا واقعين في كام؟ 36. يبقى نظام الاحداثيات اللي انا هشتغل بيه دلوقتي هندسه اللي هو الدبليو جي اس 84. ار كام بقى دلوقتي؟ 36. ار 36. كده انت عرفت تسطبه. اضغط اوكي. اجي فوق هنا اهو بقى، اكتب هنا اهو كده جنب الدبليو جي اس 84 اكتب ار وجنبيه كده اهو 3 6 واضغط كده. ادي امورنا تمام واضغط اوكي. ظهر لي هنا فوق اهو، اضغط عليه ثم اوكي. ده بيجيب لك الاعدادات تاني تبص عليها لو فيها اي مشكله. لا هقول له اوكي. اسم البروجكت سيرفي اوكي. قال لك فوق بيلد بروجكت سكسيد، يعني احنا بنينا وانشأنا البروجكت بنجاح. فوق على اليافطه البافيتا الزرقاء دي سيرفي. اسم البروجكت اللي احنا عاملينه. يبقى احنا الديتم اللي احنا شغالين بيه دلوقتي يا هندسه كام؟ يو تي ام 36 خلاص دي معلومه تحطها في بالك على طول. طب انا لجأت ليه للاسقاط؟ عشان يا جماعه اعالج التشوه. انا دلوقتي بقى محتاج ايه؟ محتاج اربط. نعم، هو برضو الجي بي اس لما بتيجي تشتغل بتعمل عمليه اسمها عمليه الربط. بس الربط دلوقتي هيتم بين البيز وبين الايه؟ الروفر. من البدايه خالص واحد قال لي هو انت تعرف البيز والروفر هتدخلها للجهاز ازاي؟ لسه هنقول لك دلوقتي. يبقى بعد ما احنا عملنا بروجكت دلوقتي هنعمل عمليه اسمها عمليه ايه يا عم محمد؟ الربط. انت دلوقتي واقع في 36 ار ولا 35 ار؟ 36 ار. طب واحد يقول لي طب ما نشتغل اي تي ام يا عم، ده نظام مصري، ده التشوه بتاعي التشوه برضه ما زال موجود. فاحنا بنشتغل يا باشمهندس عبود على النظام اللي هو ايه هندسه؟ اليو تي ام. اليو تي ام. عايز اربط. كيفيه اجراء عمليه الربط بجهاز الجي بي اس. نضغط على ديفايس ومنها كونكشن. الكونكشن طيب اللي هو نوع الربط. هنا البلوتوث امورنا تمام. بس هنا الجهاز ما شاء الله عمل كونكت لوحده، يعني ربط واشتغل. طب انت ربطت واشتغلت ازاي؟ والله الجهاز اول ما اتحط لقى الاشاره حلوه والامور تمام قام رابط. لا انا عايز اعرف الشباب كلها ازاي نربط، فهنضطر ان احنا نعمل ديسكونكت يعني انت بتلغي الربط اللي موجود. تمام، نلغي عليه اهو كده. احنا ايه؟ لغينا الايه؟ الربط. يلا نربط بقى. هنعرف الاول البيز. ايه؟ البيز نعرفها ازاي يا باشمهندس حسين؟ حضرتك بالسيريال نمبر. شايف السيريال نمبر هنا؟ اخرها كام يا هندسه؟ 67. اخرها كام؟ 67. يبقى البيز بعرفها بالسيريال نمبر. اخرها كام دلوقتي يا هندسه؟ 67. تعالى بقى هنا اهو، ادي التارجت ديفايس، اضغط عليها كده اهو واختار 67. كده احنا بنعرف يا استاذه امان. بس في رقمين. عرفنا البيز. هي بتسال على الرقم اللي فوق ده اللي هو البن بتاعه. ده البن بتاعه اللي هو الاصدار بتاعه، عشان لو الجهاز مثلا راح ولا حاجه اقدر ان انا اتتبعه. انما الرقم اللي تحت اللي هو السيريال نمبر بتاعه. طيب احنا كده عرفنا البيز، عرفته كسيريال نمبر، ولكن كوحده لسه. هنضغط على بيز. يبقى بعد ما بعمل كونكشن بضغط على ايه؟ على بيز. اضغط على بيز اهو. قال لك والله انت كراجل مساح شايفك مركب انتنه. هي الانتنه دي دورها ايه؟ دي تستقبل اشاره الراديو وتترجمها لايه يا هندسه؟ الاحداثيات. واخد بال حضرتك؟ طب هي عشان تستقبل نظام الراديو دلوقتي لازم نعمل ايه دلوقتي هنا؟ لازم نعمل لها انترنال راديو، يعني قناه. لازم نعمل لها ايه دلوقتي؟ قناه. زمان الناس اللي خدمت في الجيش كنا نحط الهلمت على ودننا والراجل ده يحط الهلمت على ودنه ويمشي عندي مسافه كيلو 2 كيلو واكلمه. قال لا هو في حراره في الارض ولا في؟ قال لك لا ده شغال عن طريق الراديو. اشاره ايه دلوقتي يا هندسه؟ الراديو. موجات. لو في توافق ما بين الجهاز ده والجهاز اللي معايا، في توافق يقدر اللي احنا نسمع بعض. طب التوافق يكون ازاي؟
عن طريق القناه. عن طريق الايه؟ القناة. يعني انا لو خدت هنا القناه رقم 1 وهنا القناه رقم 1 نشتغل، 2 وهنا 2 نشتغل. المهم ان يكون نفس الايه؟ هندسه قناة. نفس. تعالى يا عم الحاج نختار اي قناه من اللي موجوده؟ لا، انت علمتنا ازاي نعمل الحاجه من الاول وجديد. فهنضغط على اد وتعني اضافه. بص بقى الانترنال راديو اللي فوق ده، بص كده اللي هو السهم الصغيرون اللي فوق ده، هضغط عليه كده اهو. دلوقتي الباور اللي احنا شغالين فيه، الباور يعني المدى. هل المشروع كبير نستاهل ال 2 واط، ولا نضغط على السهم الصغير ده نخليه نص واط، نخليه 1 واط؟ خليه كبير بيسحب من بس البطارية. خد بالك بيسحب من البطاريه. يبقى انت دلوقتي لو المشروع كبير لازم خد مدى كبير، طب لو المشروع صغير خد مدى صغير. ليه؟ لانه بيخلص من العمر الافتراضي اللي هو الشحن بتاع البطاريه. هنفترض اللي احنا دلوقتي هنشتغل 2 واط. القناه الحاليه رقم كام؟ 6. يبقى البيز القناه بتاعتها كام؟ 6. أنا بقول لك لازم تبقى البيز 6. تمام. هضغط كونفورم. هنا بقى بيقول لي ايه؟ الستارت مود، يعني نظام الرصد بتاعي اوتو بيز، يعني كله هيكون عن طريق البيز. هقول له لا، هضغط على السهم الصغير ده واختار فيكس بوزيشن، يعني عن طريق فحص المواقع والاحداثيات اللي بتيجي. فيكس بوزيشن اهو. يبقى احنا عملنا ايه هنا يا باشمهندس محمد؟ عملنا 3 حاجات. عملنا الباور، المدى، رقم 2 ايه؟ القناه، رقم 3 الستارت ايه؟ مود. اضغط سيف اهو. هتسمي القناه ايه؟ انترنال راديو، وجنبيها هنسميها اهو SURVEY، واضغط اهو، واضغط اوكي. كده انت عملت القناه. تمام. طب ما تختارها بقى، ما هي ظهرت تحت اهي. تمام. اضغط عليها ايه دلوقتي؟ ابلاغ. انا فاهم اللي انا عملت قناه. النقطه اللي الجهاز واقف عليها دي هسميها ايه؟ والله انا اسمي احمد، هسمي النقطه دي ايه؟ 1. طب الكود عايز تكودها بي مثلا. وليكن هنسميها بي. الكود ده يا جماعه حاجه يعني ايه؟ لو انا نزلت وهرفع رصيف في الطبيعه، رصيف بالانجليزي اسمه بلاتفورم، بالانجليزي اسمه بلاتفورم. انا كودت. فانا اكود العمل اللي احنا بنعمله ده نسميه بي، اختصار كلمه بلاتفورم. بلاتفورم. طيب انا دلوقتي برفع شجره، يبقى تي. الكود يعني اختصار للنقطه. تمام. طيب هل النقطه بقى انت معاك الاحداث بتاعها؟ لا مش معايا. تمام. بس قبل لما تطلب للجهاز ان هو يعمل ريسيف للنقطه لازم ندخل ارتفاع الجهاز. لازم ندخل ارتفاع الايه؟ الجهاز. عندي نوعين من القياس. ايه هم انواع القياس؟ افرد المتر بتاعي. لو انا قست من الارض كده اهو لحد ده كده، ده اسمه لحد هنا تمام. لحد هنا اهو تحت. واحده اهو. ده اسمه بوتوم، لحد ده اسمه بوتوم، يعني القياس العدل. يعني انت قيس عدل دلوقتي اهو. طب لو انا قست لحد فوق بقى يا هندسه، لحد الشرطه ده اهي، في شرط هنا في جنب الجهاز هنا، يبقى ده سلان. لف وانا اوريها لك يا عم عبد الله اهي. اهي الشرطه دي اهي، شايفها يا استاذ علي؟ طب انت دلوقتي تقيس للبوتون ولا السلانت اللي انت عايزه، بس تدخل للجهاز يا اما بوتون يا اما سلانت. يبقى هنا يا استاذ حسين لو انت قايس من الارض لحد هنا، قايس ايه دلوقتي يا هندسه؟ بوتون. يبقى انت قايس من تحت لحد هنا، ده البوتون. واخد بال حضرتك؟ تمام. طيب لا، يا اما لحد الجهاز من فوق يبقى سلانت. تمام. البوتوم يعني العدل، السلانت اللي هو المائل. تمام. خلينا نكون دلوقتي على ايه يا هندسه؟ على البوتوم اهو يا هندسه اهو. ادي الارتفاع بتاعي متر 81. متر كام دلوقتي يا هندسه؟ 81. بوتوم ولا سلانت؟ بوتوم. ايه الفرق بين بوتوم وسلانت يا هندسه؟ اللي هو الخط ده. طيب هنكتب بقى كده اهو ادي البوتوم اهو. احنا قلنا كام؟ ايه؟ 81. متر علامه 81 اهو. تمام. النيم اسم النقطه، احمد. تمام. الكود بي. هضغط ريسيف. لما اضغط ريسيف الجهاز هيجيب لي احداث النقطه اللي انا واقف عليها.
جاب احداث الايه اللي هي البيز. يبقى احنا كده عرفنا البيز بالقناه وجبنا الاحداث، جبنا البيز والقناه وجبنا الاحداث. فاضل الروفر. فاضل ايه دلوقتي يا هندسه؟ الروفر. فاضل الروفر. امورك تمام هنا؟ امورك تمام دلوقتي هنا يا هندسه؟ نضغط اوكي. كده احنا عرفنا الايه؟ البيز. تمام. كده احنا عرفنا البيز. كده احنا سطبنا البيز والجهاز حافظ البارامترز بتاع وحدات القياس. الجهاز فيه داتا كولكتور من جوه وفيه ذاكره. خلاص هو هنا بيقول لك تحت ايه بقى؟ بيز الست سكسسفولي، يعني البيز اتسطبت بنجاح. دو يو وونت، هل انت تريد تو ديسكونكت لفصل البيز واروح اسطب الروفر؟ اقول له يس ولا لا؟ اقول له يس. اقول له يس. ما احنا سطبنا الايه يا استاذ محمد؟ سطبنا البيز. فاضل الايه دلوقتي يا هندسه؟ هضغط يس اهو. عايز اسطب الروفر، هضغط هنا. السيريال نمبر بتاع الروفر كام؟ وريني يا هندسه. ما حد ايد كده نوب كده على دي. السيريال نمبر مختلف عن طبعا لا طبعا. اخره كام هنا؟ 54. اخره 54. طب هو هات له هنا كده، هات له بالضوء هنا كده السيريال نمبر اللي 67. عند البيس كده. 67. طبعا السيريال نمبر لازم يكون مختلف. تمام. يبقى هنا كام يا عم الريس؟ 54. 54. تعالى بقى هنا اهو. هنضغط على كام؟ على 54. كده احنا عملنا الايه؟ اخترنا الروفر كسيريال نمبر. تمام. فاضل اللي هيقول يبقى شاطر. يبقى فاضل القناه. اضغط اوكي وادخل على ايه دلوقتي يا هندسه؟ روفر. تعال هنا شويه. ادخل على ايه دلوقتي يا هندسه؟ على روفر. تمام. اضغط على روفر واضغط على اد يعني ايه دلوقتي يا هندسه؟ يعني احنا بنكريت او بننشئ قناه اهو. اختار الانترنال راديو كده. الاشاره او القناه الثانيه قناه رقم كام؟ 6. طب ما نغيرها. لا ما ينفعش، هي بتاعت البيز. مش هيحصل توافق. لو انا اخترت قناه ثانيه مش هيحصل توافق. انا بسطب الاثنين مع بعض. لازم ان الاثنين مع بعض يكونوا بقناه. ادي 6 اهو. ادي كونفورم اهو يا هندسه. وادي سيف اهو يا هندسه. هنا الانترنال راديو هنمسح اهو يا هندسه ونكتب جنبها SURVEY واضغط سامي تحت واضغط اوكي. ظهرت هنا اهي. اضغط ايه دلوقتي يا هندسه؟ ابلاي. هنا بيقول لك ان احنا بنسطب الروفر. كده احنا امورك طيبه. يبقى احنا عملنا خطوتين، عملنا بروجكت بالديتم بتاعه وعملنا عمليه اسمها عمليه الايه؟ الرابط. القناه اللي احنا شغالين بيها القناه رقم كام دلوقتي؟ هنا حتى الجهاز بيقول لك ايه؟ سيت اب انترنال راديو تمام، السيت اب البارامتر وحدات القياس تمام. كده احنا ربطنا. وبفضل الله علينا ان هو عامل لك فوق فيكسد يعني درجه رصد ممتازه باعلى عدد من الاقمار الصناعيه. طيب الناس بقى تقول لي احنا عملنا ايه دلوقتي؟ بروجكت واخترنا قناه. اديتها واخترنا قناه. قناه. عايز ارفع بقى. انت حطيت نقطه اهي. انت ثبتت نقطه للتوتال ستيشن عشان يشتغل منها. ثبتت نقطه للميزان عشان يشتغل منها. عايز ترفع بقى. هدخل ارتفاع الروفر. بس ثانيه بقى، هندخل ارتفاع الروفر فين؟ شوف الراجل اللي شاطر عايز يدخل ارتفاع الوحده الثانيه زي ما احنا دخلنا ارتفاع ده. طب احنا هندخل ارتفاع الروفر امتى؟ واحنا بنرفع. نبدا نرفع. واحنا ايه؟ بنرفع. امر الرفع اسمه سيرفي. امر الرفع اسمه سيرفي. هضغط على سيرفي ومنها توبو سيرفي. توبو سيرفي يعني انا هرفع توبوغرافيا. يعني ايه توبوغرافيا؟ يعني جبل، منحدرات، شبكيه، مسارات. واخد بال حضرتك؟ كل ده اسمه توبو سيرفي اهو. انا عندي بقى هنا النقطه اللي جايه رقم كام؟ 1. بي كام؟ B1. وريني كده يا استاذه حسناء النقطه اللي جايه رقم كام؟ بي كام؟ B1. واخد بال حضرتك؟ ارفع؟ لا. لازم اظبط بقى. لازم دخل انا ارتفاع. ادخل ارتفاع الانتن اهو. شايف الانتنه ده؟ هدخل عليها اهو. هقيس بوتوم ولا سلانت زي ما انت عايز. دي برضه بتتقاس تمام. زي ما انت عايز. نفترض ان انت عايز تقيس دي سلانت ما نختار هنا اختلفناش. سلانت. امسك بقى نختار هنا سلانت اهو. هوطي شويه كده اهو. انزل كده شويه اهو. لو احنا قسنا لحد تحت هنا دي بوتوم، لحد الشرطه اللي فوق ده اهي ده سلانت. واخد بال حضرتك؟ هنفرد المتر يا باشمهندس علي اهو يا هندسه اهو.
اهو يا هندسه، وادي هنشتغل، خلينا نشتغل سلانت. ادي متر 71 ونص، متر 71 ونص، ده سلانت اهو. امسك يا هندسه، اديني المتر نعينه. يبقى احنا دلوقتي شغالين سلانت تمام اهو، متر 71 ونص، واضغط هنا واضغط هنا. انا عايز ارفع بقى، هبدا اتحرك بالروفر تمام واضغط على علامه الرفع ده. نفترض ان انا عايز ارفع النقطه ده. بص كده يا هندسه، انا هقف كده اهو، وادي الكنترول في ايدي اهي، واظبط ميه هنا اهو. بص كده واضغط ايه، اضغط على علامه الرفع ده. بص كده، قال لك النقطه اللي جايه رقم كام؟ 2. رقم 2. تمام كل ده اتخزن جوه تمام. على البروجكت. ممكن اخليه يرفع من غير ما اضغط؟ ممكن، بس دي حاجه اسمها اوتو سيرفي هنشرحها دلوقتي. تمام الباشمهندس عايز يرفع باستخدام سياره، باستخدام عدد ثواني بالظبط معينه كده. هنشرحها. بس انا دلوقتي ايه الفرق بين التوبو سيرفي والاوتو سيرفي؟ التوبو يعني انا برفع حاجات معينه، اللي انا عايزه. برفع بتختار حاجات، المكان اللي انت ترفع فيه. بختار المكان اللي انا ارفع فيه. تمام طبعا احنا لو عايزين ندي مسافه تانية، اتحرك كده اهو واظبط ميه واهو. وضع. قال لك دلوقتي احنا رفعنا كام نقطه؟ 2 واللي جايه التالتة. وادي النقطتين اهو اهو موجودين عندي. موجودين هنا اهو. بس طبعا عشان نقطتين قريبين من بعض فهم نازلين هنا. تمام كده انا رفعت. تمام رفعت كام نقطه؟ 2. نقطتين. امر الرفع سيرفي، تمام ومنها نختار توبو سيرفي. تمام. امر الرفع سيرفي ومنها نختار توبو سيرفي. الباشمهندس قال سؤال حلو قوي وانا شغال. قال لك ايه؟ قال لك هل ينفع نرفع كل ثانيتين او كل 3؟ هنطلع بره كده اهو، هنختار حاجه اسمها اوتو سيرفي. اوتو سيرفي، واوتو اختصار كلمه اوتوماتيك. اوتو اختصار كلمه ايه يا هندسه؟ اوتوماتيك. ادي اوتو سيرفي. بص كده بقى الجمال ده، بص الشياكه دي. هنا بيقول لك كل تايم، وقت الوقت معين. اللي انت عايزه. هنا موجود الوقت بالثانيه. يبقى تمام. كل كام ثانيه؟ ثانية واحدة. كل ثانيه. تمام تمام. كل ايه؟ ثانية. يعني انت تاخد الجهاز بتحرك. وتمشي، تمام وكل ثانيه تلاقيه ايه؟ عمال يرصد. تمام. طب انت مش عاجبك؟ زودها شوية. مش عاجبك ثانيه؟ اه. حاضر، خليها كام؟ 5 5 ثواني مثلا. حاضر اهو. بص بقى، طول ما هو بيعد 5 كده جايب واحد. بيسجل اهو. كل 5 ثواني هيجيب بي واحد. كام دلوقتي؟ 4. اهي خمسة. كلنا خمسة. شايف البي يا باشمهندس عبود؟ شايف اهي البي اهي اهي يا باشمهندس محمد اهي بي يعني بوينت. طيب تمام. انا عايز عايز امتار مثلا. عايز ارفع كل مسافه معينه. اه يعني الباشمهندس احنا لسه واخدين النهارده في السيفل عايزين نعمل ميزانيه شبكيه. تمام. لما قلنا كل 5 في 5 كل 6 في 6 والكلام ده، مم. هل البرنامج نقدر نقول له ارفع لنا كل متر او 2 متر؟ تمام. هنختار الديست اللي تحت. هنا بيقول لك هيرفع كل 3 متر. لا، كل متر. خليها كل متر اهو، خليها كل متر اهو. تمام. خد بقى الروفر وامشي، خد كده الروفر وامشي، هاته كده يا هندسه. شوف بقى هو ماشي متر، كل متر هتلاقيه لقط. بص كده يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه بقى دلوقتي؟ ركز بقى، في فرق بين توبو سيرفي واوتو سيرفي. اضغط بسطب كفايه. ارجع تاني يا جماعه، احنا شرحنا قائمه بروجكت والمختصه بعمل بروجكت واختار الديتم، واحنا بفضل الله عرفنا احنا واقعين في الديتم كام اللي هو 36 تمام. وبعد كده عملنا الربط بتاعنا يا باشمهندس محمد، عملنا الربط بين البيز وبين الروفر. قلنا بنعرف البيز بالايه؟ بالسيريال نمبر، والروفر بالسيريال نمبر، وبعدين بالقناه بنعمل قناه. احنا اخترنا دلوقتي القناه الثابته 6 هنا 6. هنا 6. لازم ممكن يبقى حضرتك بعض. تختار 7، تمام. ممكن تختار 5. لازم اختار الثانيه زيها. طيب انا دلوقتي ايه الفرق بين توبو واوتو سيرفي؟ توبو يعني انا برفع حاجه بعينها، تمام. حاجه مختصه، طرح. حاجه لوحدها. انا عايز ارفع الداير الرخام، عايز ارفع الخشب، عايز ارفع الخرسانه. طب اوتو دي بستخدمها لحاجتين. اوتو سيرفي ده لما اجي ارفع مسارات شبكيه، شبكات، بروق نفسي. عندي التايم وفر والديست. وقت. التايم كل ثانيه، يعني لو عملت كل 5 كده وضغطت هنا اهو، بص كل 5 ثواني هياخد نقطه. احنا هنا واقفين عندي بقى 14 هياخد بقى 14،
واقول لك اللي جاي كل كام ثانيه يا باشمهندس؟ كل 5. ما انت اخترت 5 اهو. طيب لو انا اخترت الديسك يا هندسه كل كام؟ نحدد المسافة. كل متر. كده احنا خدنا الرفع بطريقتين، الطوبو والاوتو. انا عايز ابعت الملف بقى للاوتوكاد عشان يصمم ويظبط ويروق ويعمل اللي هو عايزه. تمام. كيفيه ارسال الملف، هنطلع بره كده من قائمه بروجكت ونختار اكسبورت. اكسبورت هنضغط على اكسبورت اهو. السيفل بيختار الامتداد بتاعه بي تي ان اي زد. السيفل بي تي ان اي زد. ادي الامتداد بتاعنا، عندنا النيم وعندنا الكود والان اي زد والسي اس في. وممكن بقى اشوف الكلمه اللي تحت دي ودق عليها مور فورمات. مور فورمات يعني فورمات اخر، يعني امتداد اخر. مور فورمات دي بقى امسك فيها على طول يتبعت لك دي اكس اف، يتبعت اوتوكاد. يعني لو عايز الشغل ده يشتغل على طول من غير ما اغير السيف. اختار هنا بصي مور فورمات اهو. ده يشتغل كده يا مدير على طول؟ يشتغل على طول نختار اكسبورت دي اكس اف اهو. هنا بقى بيقول لك ايه؟ الملف اللي اسمه سيرفي. تمام. اختار الطبقه بتاعه بالامور بتاعته، اضغط اوكي. هيطلب منك يقول لك نبعت عن طريق الشير. اقول له اوكي. اضغط شير. حد بقى من الناس اللي واقفه يفتح البلوتوث. يفتح البلوتوث. ايه بلوتوث ولا شير؟ بلوتوث. افتح بلوتوث مفتوح. ايه يا اخي اسمه ايه؟ اوبو رينو 8 اللي 114 سي حضرتك اللي فاتحه. طيب هيجي لك رساله دلوقتي، وريها لي كده اهو. ادي جت الرساله ان هو عايز يتشارك معاه. نضغط قبول اهو. ادي راح الملف. تمام يا مدير. كده راح الايه؟ الملف. خدنا الرفع. تمام. فكره بسيطه خالص. فكره انا طالما عملت بروجكت واخترت الديتال انا استريحت خلاص. خلص الباقي كله سهل. عايز اوقع اضغط هنا. التوقيع تيجي منين؟ من سيرفي. امر التوقيع اسمه ستيك بوينت. ستيك بوينت اهو. طب انت معاك نقط جايه من الاوتوكاد؟ معناش دلوقتي نقط. معانا اللي احنا رافعينها. معانا النقط اللي احنا رافعينها دلوقتي اللي هم 14 نقطه اللي احنا رافعينها. واخد بال حضرتك؟ تمام. عايز اجيبهم بقى. شايف كلمه الاليمنت اللي فوق ده؟ الاليمنت اللي هي اي ال اي ام اهو. زي ما اكون بلون النقطه بعمل لها لود كده. الاليمنت ده. تمام. الاليمنت ده. تمام. الاليمنت ده. الاليمنت ده. الاليمنت ده لما انا اضغط عليها هيفتح لي يجيب لي النقط بتاعتي كلها اهو. اختار بقى النقط اللي انا عايز اوقعها اهو. وليكن هوقع ال8 اهو. واضغط ستيك. بص بقى دلوقتي يا هندسه، احنا دلوقتي عايزين نتحرك. نروح فين يا هندسه؟ نروح يمين ولا شمال؟ ادي الاشاره بتاعتي. شايف انت واقف فين؟ انت عايز تروح للنقطه دي يا هندسه. تروح ازاي؟ ابدا بقى اتحرك. امسك كده في ايدك يا هندسه كده. بص تعالى بره تعالى كده. اطلع كده فوق 56 44 سم 37 سم. بالراحه اظبط ميه كده. اطلع فوق 39 سم. تعالى كده يمين اهو. تعالى سوي كمان. تعالى كمان. تعالى كده. تعالى كمان. تعالى يمين 34. تعالى كمان 31 اهو يمين اهو. واني كده 17 12 11 10. حاول تظبط ميه. شايف الاخضر ده كده؟ يعني النقطه تمام. تبدا بقى اللي انت توقع. كده يصفر. والله صفر ما صفرش. حاول تظبط ال4 سم دول تكسرهم. اعمل 3 سم دول. اتحرك تاني. ايه لا 3 اهو. تمام كده نص سم. كده النقطه دي مكانها. تمام كده. تمام. ده التوقيع. بس خد بالك التوقيع احنا شرحنا النقط لو احنا رافعينها. المفروض التوقيع النقط بتجيلك منين دلوقتي يا هندسه؟ من الاوتوكاد. خدنا ايه بقى دلوقتي يا هندسه؟ تعالى كده يا هندسه. خدنا 4 حاجات. خدنا اول حاجه عمل بروجكت. الاول شرحنا مكونات الداتا. بعد كده شرحنا بروجكت.
وبعد كده هندسه خدنا الكونكشن اللي هو الربط، وبعد كده خدنا السيرفي، وخدنا فيه نوعين من السيرفي، قلنا فيه التوبو وأوتو. اوعى تنسى تدخل ارتفاع الجهاز. احنا قلنا في نوعين من الارتفاع، قلنا في بوتوم وفي سلان، واخد بال حضرتك؟ قلنا في الاوتو سيرفي ممكن نرفع عن طريق الطيب، عن طريق الثواني، وممكن نرفع عن طريق الدبس، عن طريق المسافه. وشرحنا ازاي نبعت الملف، سواء هتطلع الامتداد سي اس دي للسيفل عشان يشتغل، او تكست، او دي اكس اف اوتوكاد، وبعتنا الملف عن طريق البلوتوث للباشمهندسه اللي معانا. وخدنا امر التوقيع اللي هو الستيك ويل. الجهاز اللي احنا اشتغلنا عليه اسمه ساينو جي ان اس اس ان 3. هندسه شكرا. ممكن اسال سؤال؟ امتى نرفع الثواني وامتى نرفع امتى نرفع بالثواني وامتى نرفع بالايه؟ بالمسافه. انا دلوقتي نازل ارفع شبكيه، المهندس قال لي ارفع كل 5 في 5، 6 في 6، 7 في 7، زي ما انت عايز. يبقى انت دلوقتي هترفع كل قد ايه يا هندسه؟ كل مسافه، كل ديست، كل 5 متر. تمام. طب دلوقتي الثواني بقى، نفترض ان انت راكب العربيه، نبدا نجيب تايم، راكب العربيه نحط. والعربيه ماشيه، تمام. وعايز انت تقف تركب العربيه بالروفر بتاعك وماشيه، في الحاله دي ترفع بالايه يا هندسه؟ بالثواني، واخد بال حضرتك؟ يبقى يستخدم الديست والتايم دلوقتي يا هندسه حسب المسارات وحسب الشبكات وحسب الشبكيه اللي احنا ايه يا هندسه بنرفعها. اي سؤال تاني؟